مصر ضد اليابان. ما كنت تعبان وارتحت زي ما كنت عطشان وشربت. في ملايين الملايين من الاسباب اللي تخليك فخور انك عايش في مصر وليس اليابان، لكن حرصا على مشاعر اليابانيين انا هذكر شويه بس من الاسباب دي في الحلقه. معاكم محمود عشري من خمسة في عينك، ويلا بينا نبدا. عندنا دعاء مصري قديم انا لسه مخترعه حالا بيقول: ربنا يكفيك شر الطريق والمصايب والمنايفه، ليس لان المنايفه اشرار حاشا لله، ولكن لان المنايفه عقلهم فز وسابق زمنه. العالم كله بيتكلم على اختراعات اليابان ودايما بينسوا اللي سابقينهم ب10 خطوات. المنوفيه قدمت اختراعات ابهرت المصريين، ولكن للاسف لم يتم تسويقها للعالم كما ينبغي. واليكم اهم اختراعات المنوفيه الواجب حصولها على جوائز نوبل فورا. لكن للاسف هؤلاء المفكرين المبدعين العباقره بيتم تجاهلهم من قبل الدوله المصريه، فكان لازم محنك زيي يوري للعالم كله انهم يستحقوا للخروج للنور. انت كمصري متفوق على الياباني في الصحه النفسيه والعقليه. الياباني بيشتغل عدد ساعات مهوله كل اسبوع بتؤدي الى انهيار صحته النفسيه، وانهيار الصحه النفسيه في اليابان تلقائيا بتؤدي الى ارتفاع نسب الانتحار. ولو ما انتحرش فهتلاقيه كل يوم بيسكر بعد الشغل وماشي متدهول في الشارع، وده برغم انه بياخد مقابل مادي مغري لساعات عمله. لكن في الدنيا انت بتشتغل نفس عدد ساعات العمل بدون مقابل مغري. مديرك التخين ابو قميص ازرق معرق اللي راكب عربيه دايلانوس راكبك طول فتره شغلك، نص مرتبك رايح على المواصلات والنص التاني ضايع على لهاليب ويحيح، ده غير سعر الدولار اللي بيخسف بتحويشتك في البنك الارض وراكبك طول السنه. ومع ذلك عمرك ما فكرت في الانتحار وما تعرفش يعني ايه اصلا صحه نفسيه، وبتتعالج بمروحك للقهوه مع الرجاله بولتين استيميشن وماتشين وايلد دريفت وخلصانه. اليابان عندهم نظام صارم للتعامل في الاماكن العامه والطرق والمنشآت الحكوميه، يعني مثلا في اشاره المرور في كل شارع، في اشاره مرور كل شارع رئيسي، مالك مستغرب ليه؟ المهم في كل اشاره في نوعين، نوع للعربيات ونوع للمشاة، فانت المفروض تستنى لما اشاره مرور المشاة تنور اخضر عشان تعدي، لكن انت كمصري مش محتاج تضيع من حياتك دقيقه بحالها وانت مستني في اشاره مشاة، فدي ميزه لينا كمصريين وهي عدم تضييع الوقت في اشياء تافهه زي السلامه العامه. في الاماكن العامه زي الحدائق والمولات ومحطات الاتوبيس في اليابان نظيفه جدا، والسبب يرجع ان في سله مهملات كل متر، والناس اصلا بعد ما بتستخدم الاماكن دي بتنظف مكانها، والطبيعي تلاقي اي ياباني ماشي بكيس زباله في شنطته عشان يلم زبالته. وطبعا ده شيء ضار جدا بالمجتمع والناس. ليه ضار جدا؟ بص كده على مصر، بسبب ان نادرا هتلاقي سله مهملات في مصر والناس بترمي زبالتها في الشارع وما بتنظفش مكانها. في عمال نظافه كتير بتتعين في هيئه النظافه، والناس بتاكل عيش لتنظيفهم الاماكن العامه، وده بيقلل نسبه البطاله في البلد وبيساعد على انعاش الاقتصاد المصري. نفس الكلام ينطبق على المنشآت الحكوميه. اليابان معظم معاملاتهم الحكوميه بقت مميكنه، اجهزه بتطلب من خلالها خدمات، واحيانا بدل الاجهزه هتلاقي روبوت بينفذ لك الخدمه. لكن في مصر في محافظه اسيوط مثلا دخلوا مكانتين عد فلوس في احدى المنشآت من سنتين تقريبا، وده لمساعده تسهيل العمليات والخدمات، لكنها ادت الى ارتفاع نسبه البطاله. يعني مكانتين عد فلوس دول استبدلوا 2 موظفين وظيفتهم انهم بلاله، ولو ما تعرفش ايه البلاله فده واحد واقف مخرج لسانه وبتستخدم لسانه لتسهيل عمليه عد الفلوس. لكن الحمد لله انها وقفت على مكانتين بس، ولسه بتتعامل بدون اي شيء مميكن. اي نعم الخدمه اللي بتطلبها بتاخد من سنه ل 7000 سنه على ما تخلص، لكن في نفس الوقت فاتحه بيوت ناس كتير حتى لو ناس بدون شهاده وبدون اي موهبه. بس بفكرك لو لسه مش مشترك في القناه والمحتوى عاجبك اشترك عشان عليا اقساط واعمل لايك بالمره. نيجي بقى لمتوسط العمر بين مصر واليابان. في اليابان متوسط عمر المرأة 87 سنة ومتوسط عمر الراجل 81 سنة، وده رقم كبير جدا طبعا بما ان الرعاية الصحية في اليابان فوق الممتازة. الشعب بيلعب رياضة بشكل يومي ايا كان سنهم، وطبعا من اقل معدلات التلوث البيئي اللي هتلاقيه في اليابان. بالنسبة لمصر فمتوسط اعمار المرأة 71 سنة ومتوسط عمر الراجل 69 سنة، وده بسبب الرعاية الصحية المش ممتازة في الدولة المصرية. الشعب بيلعب رياضة بصفة مستمرة، مرة كل 4 سنين بيتمشى 10 دقايق وخليها على الله. وطبعا من اعلى معدلات التلوث البيئي والسمعي والنظري في القاهرة
القاهره بالذات، فطبيعي ان الناس تموت في سن ال70، ده لو ما ماتوش مخصيين بدري عن كده. لكن لو تسالني عن الحقيقه احب اقول لك ان مصر تكسب هنا برضه. ما انت لما الناس تعمر لسن ال87 البلد هتتملي عواجيز على المعاش عايشين على ضرايب الشباب، فتخلص عليهم بدري بدري احسن، والضرايب دي تبني بيها كوبري ينفعنا، ويكون عندك نسبه 21% من الشعب شباب ما بين 18 سنه و29 سنه كايدي عامله، احسن ما تعيش عمر طويل وتكون عالة على المجتمع كمسن على المعاش. نيجي لمشكله الامن والامان. ماشي، عارفين ان اليابان من امن دول العالم، بس ايه معنى حياتك لما تكون عايشها كلها من اول يوم لاخر يوم في امان؟ فين الاثاره في انك ما تتقلبش كل شهر؟ فين المتعه في انك ما تتثبتش في حاره وتتاخد محفظتك؟ فين معنى الحياه لما تليفونك ما يتنشلش في محطه 100 غمر؟ عندك امن وامان في اليابان تمام، لكن موقع اليابان الجغرافي معيش اليابان في خطر مستمر. موقع اليابان الجغرافي مخلي البلد معرضه دايما لكوارث طبيعيه، زلازل وبراكين وتسونامي بشكل مستمر ومفيش في ايدك اي حاجه تعملها. لكن موقع مصر الجغرافي مجنبنا خطر ما علينا. خلينا نخش على اهم مقارنه في حلقتنا وهي الكارثه السكانيه. اليابان عندها كارثه سكانيه ان معدل الخلفه بيقل بنسبه 5% تقريبا كل سنه. الرجاله هناك حاجه من الاثنين، يا وقته كله ضايع في الشغل بعدد الساعات المهوله اللي بيشتغلها، يا رجاله لا مؤاخذه متنيه بتتكسف تكلم بنات وعندهم رهبه من التحدث مع بني ادمين في العموم. الموضوع ازمه لدرجه انهم اخترعوا شغلانه وهي ان بنت بتتاجر في الساعه، مش عشان يعملوا حلبسه مع بعض، لا بكل بساطه بتتاجر عشان تسمع مشاكلك، تحضنك، تخفف عنك مشاكل الدنيا، تقول لك ان كل حاجه هتبقى كويسه ومعلش وبتاع. فلا مؤاخذه تاني الحريم في اليابان مش لاقيين رجاله يعشروهم، وطلع اشاعات من كام سنه كده ان اليابان محتاجه تستورد رجاله من بره لاجل الغرض ده، وفي تسهيلات في التاشيره واللازم منه. ده غير ان المتجوزين اصلا ما عندهمش وقت يخلفوا لان الاثنين بيشتغلوا بشكل هستيري. في اخر 17 سنه كل سنه معدل الخلفه بيقل بنسبه 5%، وبالتالي في كارثه جايه في المستقبل. وحاليا بالفعل معدل الشباب في اليابان في انهيار تام، لكن في المستقبل بقى العواجيز هيشكلوا الاغلبيه العظمى بسبب قله الخلفه. انما في الدنيا احنا بالصلاه على النبي بنضرب عيال اكتر ما بنستحمى، ما عندناش اي مشكله في الحكايه دي، احنا بلد الخليها على الله. العيل بيجي برزقه، وانا محتاج رزق كتير الفتره الجايه فهضرب لي 6 7 عيال ب6 7 ارزاق. واحنا من البلاد القليله في العالم اللي نسبه الشباب فيها اعلى من نسبه العواجيز اللي على المعاش، ولسه بتقارن مصر باليابان؟ يا راجل تصبح على خير. احنا عندنا قدره بعون الله نصدر موارد بشريه للعالم كله لحد ما يكتفي. وانا من موقعي هذا بناشد السلطات اليابانيه بالاستفاده بالكوادر المصريه واستيرادهم في اسرع وقت، خصوصا حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش وجميع الانفلونسرز في مصر. وما تقلقوش مش هنفتقدهم، مصر مبدعه في انجاب النوعيه دي من الكوادر الممتازه، واحنا ولله الحمد كوادرنا منتشره من الشرق للغرب، من اوباما المصري في استراليا للسويسي في ايطاليا لبهجت صابر في امريكا، ده غير محمود عشري في بولندا، والحمد لله احنا مقفلينها من كل حته ومسيطرين على الخريطه. دلوقتي انا عايز منك حاجتين مهمين جدا. اولا قول لي في التعليقات في ايه تاني احنا معلمين على اليابان فيها، والحاجه الثانيه اشتراكك في القناه عشان اسدد اقساط غساله الاطباق الجديده، واللايك على الحلقه بقى وروق عليا. وكان معاكم محمود عشري من 5 في عينك، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.